السلام عليكم. هستنى بس حد يدخل معانا علشان نتأكد ان الصوت كويس وان الدنيا تمام. في حد معانا يا جماعة يأكد لنا ان اللايف شغال تمام؟ انا مستني بس حد يدخل. طيب تمام. لو في اي حاجة في الصوت او اي حاجة في اللايف يا ريت تبلغوني، هتقولوا لي تمام هبتدي. صباح الفل، السلام عليكم. اولا عايز اعتذر بس عن ان لما بدخل اليومين دول بتجاوز ال10 دقايق وربع ساعة. تمام، انا اسف جدا، لكن ما نعلمه عن ممارسات فاحشة على مدار سنوات ما بنعرفش نختصره في اقل من كده، واحنا دلوقتي في ازمة فمحتاجين نتكلم. التوعية بتبقى كتير. ان شاء الله باذن الله لما الازمه هتنتهي هنرجع تاني لمعلوماتنا المقتضبه، وهنرجع تاني نعمل ريفيوز العربيات ونجرب الاداء والكلام ده كله. نتعشى من ان شاء الله نخلص على طول. فبستاذنكم تستحملوني اليومين دول ان الفيديو قد يتجاوز ال10 دقايق وربع ساعه، لان الكتابه صعبه جدا، فالتواصل معاكم لايف بيبقى اسهل وبس المعلومه لايف بيبقى اسهل. تمام، انا اسف جدا على الاطاله اليومين دول ان الفيديو بيتجاوز وقتي يعني. ندخل في المفيد. بس عزائي الوحيد الحمد لله ان الواحد لا بيتكلم عن سيره شخصيه ولا صراعات ولا الكلام ده، انا دايما اديكم معلومه يعني. ندخل في الكلام المفيد. هنأجل الاسئله معلش اليوم الجمعه، معلش عشان بس اقول الفكره، لاني بقول حاجات مهمه. تمام، ببقى مجهز لكم حاجه مهمه عايز اقولها. في خبر ان شركه مساهمه مصريه هتنزل السوق يعني، وهتجيب العربيات والكلام ده كله. طيب انا تابعت الخبر وبحثت. الخبر ده ليه شقين. اولا يقال ان الجيش هيدخل في استيراد السيارات، وثانيا يقال ان شركه مصريه مساهمه خلاص بتتاسس يعني. تمام. طيب انا مش قادر اركن يا باشا، معلش عندي بس مشاوير وعندي شغل، انا اسف. فنتكلم بقى. اولا الشق الاول، تابعت خبر الشركه المساهمه، هو خبر واحد يا جماعه، مفيش حاجه ليها علاقه بالجيش خالص. تمام، وهنتكلم دلوقتي. تابعت قصه الشركه المساهمه دي لا هو اجتهاد شخصي من شخصين يعني، صراحه ما اعرفهمش. كان يهمنا قوي نعرف لهم باع في المجال ولا لا. والناس عامله جروب، والجروب دلوقتي عليه 4000 شركه اسمها توكيلات المصريين يعني، بيقترحوا الاسم ده وعمالين يقترحوا اسهم للاكتتاب، والسهم يبقى سعره 2000 لا يبقى سعره 200 لا، يعني اجتهاد شخصي. لكن انا اتمنى حاجه مفتوح جدا، وكويس ان الناس ابتدت يعني ده مجال جيد، وكويس جدا ان الناس ابتدت عايزه تعمل حاجه فعاله على الارض، حتى لو بيزنس مفيش مشكله، المهم الناس تستفيد في الاخر. لكن عايزين نعرف مين الاسمين، وعايزين نعرف الناس دي هيجيبوا ايه، لان الموضوع مش بالسهوله دي يا جماعه. علشان حضرتك تجلب سيارات من الخارج وتطرح اكتتاب وفكره شركه مساهمه والكلام ده كله، اولا الشركات المساهمه لها قوانين وتخضع لوزاره الاستثمار. ما ينفعش تحط سعر للسهم قبل ما تؤسس الشركه فعليا، وقبل ما تطرح على الناس تطرح فعلا اكتتاب عام وتدعو لاكتتاب عام بصفتك مجلس اداره وعضو منتدب، وقصه كبيره يعني. فعايزين اجراءات قانونيه عشان لا نقع في ايدي مستغلين. تمام، وعايزين خبراء يبقوا في الشركه يبقوا فاهمين يعملوا ايه، لان حضرتك ما تجيبليش بلاوي هنا مصر. هقول لك ايه البلاوي بقى. هنحمد جدا العمل الفردي والاجتهاد الشخصي في القصه، لكن مش اي حد يجيب عربيه من بره، عشان ما تجيبليش مصايب هنا تلبس الناس فيها. هتقول لي ليه يا عم وبنجيب عربيات؟ ما التوكيلات ايوه في حاجه اسمها مواصفه، وحتى التوكيلات نفسها وقعت في فخ. هقول لك ازاي. بعض نواقل الحركه الترانسميشن يعني الفتايس زي ما بيقولوا، نواقل الحركه لا تصلح وبالذات في اوروبا التي تصنع في اوروبا يعني. تمام، لا تصلح للترافيك عندنا هنا في مصر، ولا تصلح للكثافه المروريه عندنا هنا في مصر، وعملت كوارث قبل كده مع توكيلات بعينها يعني. تمام، ما تروحش تجيب لي مواصفه ما تنفعنيش هنا. تمام، ما تروحش تجيب لي فتيس يعطل ويبقى في مصيبه سودة، لبست الناس مثلا في 100 200 عربيه والناس دي مش عارفه تروح بيها فين، مفيش ضمان. تمام، ما تروحش تجيب لي زي ما بعض التجار جابوا عربيه فرنساوي خليجي من 3 سنين، ثم العربيه دي كان في فرق في شبكه التهويه، وفي فرق في تيل الفرامل،
وحتى التوكيلات الخليجي اللي ضمنتها هنا ما عرفتش تجيب لها قطع غيار، وعانت جدا العربيه دي في المبيعات، وعانت جدا، واصحابها عانوا جدا جدا جدا. لازم تكون عارف المواصفه اللي تناسبنا ايه يعني، تمام. ولازم تكون مجهز ضمان. لازم يكون حد فاهم هو بيعمل ايه. جميل. فلازم يكون حد عارف يعمل كمان ري انشورنس، يعمل ضمان للعربيات دي. وهناك شركات تضمن الخليجي محترمه جدا هنا في مصر، ولها اكتر من 23 مركز على مستوى الجمهوريه. في منهم ناس اصدقاء ليا ومحترمين جدا، وجربت التعامل معاهم قبل كده، والناس دي ضمنت براندات كوري وياباني وعربيات الماني كمان، وناس محترمين جدا جدا، وضمانهم محترم يوازي ضمان توكيلات. لازم تجيب للناس ضمانات قبل ما تجيب العربيات دي، تمام. ولازم تعمل ري انشورنس فعلا للقصه دي وللعربيات. فالشركه لا، ده اجتهاد شخصي لسه، وفي ناس بتقترح ولكنه عشوائي شويه الصراحه. طبعا حاجه تانية بقى هتكلم فيها مهمه جدا. ارجوك يا جماعه اصحاب المجهود الفردي اللي هم مش من داخل المجال لكن بيتكلموا بحسن نيه. شوف انا مش بهاجم اهو، انا بأسمن اي مجهود فردي. اي مواطن من حقه يطلع يتكلم عن ظاهره فساد او عن ممارسه خاطئه بالاسواق المصريه، لكن ارجوك 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 بطل ترويج شائعات وما تاخدناش في حتت وحشه. هي ايه؟ الدوله سابتنا باحترام جدا 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 نخوض معركه مع التوكيلات محترمه. ما تجروش مؤسسات وطنيه رائعه كلها في قلوب كل المصريين معزه ورمز بالنسبه لنا لمعركه تافهه يعني، تمام. ما تجروهاش لكلام خايب. اولا ما فيش حاجه اسمها الصفحه الرسميه للسيد اللواء كامل علي. جميل. ما فيش حاجه اسمها كده خالص. تلك صفحات ناس تجتهد تنقل اخبار عن ناس محترمين. السيد مدير الهيئه الهندسيه رجل محترم، رجل وطني، لواء جيش محترم على راسنا من فوق. لكن الناس دول مش فاضيين يعملوا صفحات رسميه ويتكلموا على الفيسبوك، تمام. ما تجروش الناس دي ارجوك، وما تطلعليش في فيديو لايف وانت ليك ناس بتتابعك وانت لست خبير بالامر، لكن من حقك تتكلم. ما تطلعش تقول شفتوا اهو الجيش هيتدخل اهو. فهنا يدخل بعض المغردين اللي لهم توجهات سياسيه ضد الجيش وضد تلك المؤسسه الوطنيه، يتكلموا كلام سخيف. احنا هنخلص من احتكار، ندخل في احتكار، احنا مش ثم تجر مؤسسه لابد ان تقطع تلك الالسنه ونتمنع كلنا عن الكلام حضرتك في حقوقنا الاساسيه. ما تجرناش لمعركه جانبيه. الجيش لو هيتدخل كان اعلن رسمي، والجيش لو، واقول لك حاجه، يا رب يتدخل. انا لو الجيش التنزاني اعلن استثمار هنا في مصر عشان ينهي احتكار الوكلاء دول، انا سعيد جدا. ما بالك بمؤسسه وطنيه زي الجيش المصري؟ يا سيدي يا رب يتدخل. ما الجيش ليه استثمارات محترمه وله في مجال، يا رب يتدخل. يا رب اي وطني محترم سواء مؤسسه او فرد يتدخل، تمام. ما عندناش مشكله يا جماعه. احنا مشكلتنا ايه؟ خليها وين وين سيتويشن طالما احنا مستفيدين يعني. يا رب اي مؤسسه تتدخل، لكن مؤسسه محترمه زي دي لما تيجي تتدخل وتعلن عن انشاء شركه، مش هتعلنها على صفحه وهميه مزيفه. هيبقى في خبر محترم وخبر جيد وخبر. بطلوا تجرونا للكلام ده، لان من امبارح ابتدى يبقى في كلام على ان لا الجيش خايفين عني. مش عايزين نتجرب القصه دي. الجيش له في قلوبنا كلنا معزه وايقونه ورمز نحترمه جميعا. يا سيدي الفاضل، انت لديك الاف يتابعونك وانت لست خبير سيارات، من حقك تتكلم، لكن ما تعملش مصيبه وتطلع تقول الجيش، تمام. ما تدخلوش الدوله في المعركه. ارجوك اقف عند هذا الحد ونبطل سذاجه شويه. بلا الصفحه الرسميه للواء كامل علي ولا الصفحه الرسميه الناس دي مش فاضيه. الناس دي عماله تبني في البلد دلوقتي، مش فاضيه لنا في خناقه العربيات، تمام. كويس ان احنا بنطالب بحقوقنا والناس دي تدعمنا بصمتهم المحترم، سايبيننا نخوض المعركه، واحنا الحمد لله في المعركه يعني عاملين اللي علينا، تمام. ما تجروش مؤسسه وطنيه محترمه لتلك المعركه علشان لا يمنع الكلام. جميل. رجاء، اين صوت العقل؟ بدل ما حضرتك تطلع تلغي لي 2.5 ساعة بالليل عن سيرتك الشخصيه وسيرتك الذاتيه، لو انت متحدث رسمي اطلع وعي الناس يا اخي. بدل ما تقعد تتخانق مع بتاع رينو وتقعد تتخانق مع بتاع مرسيدس، اطلع قول كلمه مفيده، تمام. بدل ما المصايب دي بتحصل، لان الاشاعات دي بتتنشر عندك اصلا، تمام. ارجوكم ما تدخلوش مؤسسه وطنيه في تلك المهزله. خلونا في معركتنا المحترمه. يا رب المؤسسه الوطنيه تتدخل. انتوا نسيتوا ولا ان احنا عايزين اي حد يقضي على الاحتكار ده؟ يا رب تتدخل، لكن لما تدخل اكيد هتعلن بطريقه محترمه، واكيد هتعلن عن اليات محترمه.
جميل. نقفل بقى الحته دي خالص. انتوا بتسمعوني وبتثقوا فيا، انا بقول لك اهو مفيش حاجه الجيش لسه ليه علاقه بيها خالص. نتمنى نناشده ان هو يتدخل، لكن ارجوكوا ما تجروش الجيش في كومنتس وبوستات سخيفه على الفيسبوك ويتولاها المغرضون عشان يشككوا في مؤسسه محترمه زي دي. تبقى المعركه تحولت لايه؟ ان المقاطعه دي بقى هتبتدي تجيب لنا قرف باشاعاتها وبالامر. عشان كده انا هاجمت الاشاعات من الاول، لاني كنت عارف ان الاشاعات يوما ما هتمس مؤسسات الدوله. جميل. نقفل بقى الحته دي خالص، وارجوك ما تساعدش البلاهه دي بنشرها، ما تنشرهاش. خلينا احنا ماشيين كويس. الحته الثانيه، هل المقاطعه ناجحه يا محمود ولا مش ناجحه؟ وبعدين وهنستمر لحد امتى واحنا زهقنا وايه الدنيا وايه الكلام طيب تعالى لي. ناجحه جدا، لكن حضرتك ما تعرفش، لان مفيش خبير اسواق محترم بيطلع يكلمك انت عامل ايه على الارض، ومفيش فاعليه. جميل. انا اقول لك، لان انا اكتر واحد مهتم بالحته دي، اقول لك انت ناجح ازاي. بص يا فندم، انت ناجح لانك خليت الكشكاي اللي كانت من شهور ب 470,000 جنيه ب 407,000 جنيه. انت ناجح لانك قدرت تهز عرش النيسان صني، العربيه اللي ملهاش 30 لازمه. العربيه دي دلوقتي نزلت، وبعد خصومات التجار كمان، مش خصومات التوكيل بس، 25,000 جنيه. انت ناجح لانك دلوقتي تقدر تشتريها ب 210,000 جنيه. تمام. انت ناجح لانك قدرت تهز عرش سيارات كانت مسيطره على فئتها. انت ناجح لانك قدرت تخلي نمرود رينو، تمام، اللي كان بيقول لك مش هتطول مني جنيه، تمام، انا عربياتي اصلا زيرو جمارك، قدرت تخليه يتنازل وينزل لستة تخفيضات. مش هنناقش التخفيضات دلوقتي هل هي مجديه ولا لا، لكن قدرت تهز عرشه. ولستة التخفيضات دي وصلت السيارات الاقتصاديه اللي كانت محققه نجاح فاحش. تمام. انت ناجح لان حضرتك، وانا اول ما نسرب لك الخبر عن BMW، لاني كنت عمال اترصد الشركه التنكه دي، وانا دايما احب اترصد التنكين اللي مناخيرهم في السماء، اشوفهم هيتنازلوا ولا لا، عشان اشوف حجم المقاطعه عامل ازاي. انا سربت لك اول واحد في مصر، سرب لك قبل ما تنزل التخفيضات باربع ايام، قلت لك جايين بعد يومين، بعد خطوتين، وفعلا جم. انت ناجح لانك قدرت تكسر مناخيرهم وتخليهم ينزلوا في الفئه السابعه العربيه اللي كانوا فاكرين ان ايه يا مصريين، كفايه ان احنا جمعناها لكم في مصر 200,000 جنيه، وينزلوا لسه التخفيضات بعد ما كانوا بيقولوا ولا مليم. انت ناجح. انت ناجح لانك اجبرت مرسيدس انها تنزل لسه التخفيضات، وبعض التخفيضات فيها جيده ومحترمه. انت ناجح لان حضرتك قدرت تصل لسيارات ما كانتش السيارات دي حد بيقدر يهز منها. ما تنساش ان حضرتك كنت بتروح السنه اللي فاتت تفاصل في 500 جنيه في معرض، تبوس ايدك وش وظهر. حضرتك نزلت في السيارات دي آلاف، وان كنا مش راضيين لكن نزلت آلاف. انت ناجح لانك خليت النيسان سنترا ممكن تروح تاخدها دلوقتي من معرض بخصم ب 285,000 جنيه، بعد ان كانت تباع ب 330,000 جنيه ومش لاقيينها على ايه مش عارف. تمام. انت ناجح لانك قدرت تعيد الامور لميزانها. جميل. انت ناجح لانك قدرت توقف العربيات دي عند حدها وعند حجمها الحقيقي. انت ناجح لانك قدرت تخلي الاوبل استرا التيربو اللي كانت من شهر ونص بيتاخد فيها اوفر برايس عشان سمعتها كويسه قوي، انت ناجح انك قدرت تخلي الاوفر برايس 4,000 جنيه بس، بعد ما كان بادئ ب 15,000 جنيه. انت ناجح لانك قدرت تلغي الاوفر برايس عن فئتين من الكورولا، والفئه اللي فيها اوفر برايس بعد ما كان 60,000 جنيه اصبح 6,000 جنيه. تمام. انت ناجح نجاح فاحش. انت ناجح لان كبار الموزعين بيكلموني يقولوا لي تعالى خد مننا لستة الخصومات عن التوكيلات كمان. تمام. انت ناجح قوي 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 لان الموزعين اللي بياخدوا خصم 3% من التوكيل بيتنازلوا عنه كاملا وبيخسروا كمان. انا اعرف موزع كبير بيخسر 750 و1000 جنيه في عربيات، تمام، من جيبه كمان دلوقتي، يعني بيتنازل على 3% كاملة بعد خصم التوكيل وبيخسر كمان من جيبه. انت ناجح لان هم موحوحين. انت ناجح لان توكيل ما، بس الموظف ده مش هيتأذي الحمد لله، يعني جاب توكيل، جاب موظف عنده، لان الموظف ده اتنقل شركة تانية، جاب موظف عنده وقال له انت ليه فريند عند محمود خيري؟ هو فاكر ان هو اللي بيمدني بمعلومة عن توكيله يعني، واتعمل معاه تحقيق رسمي. انت ناجح جدا. لا الفيرنا ما بقتش ب 160,000، الفيرنا خلاص اخر دفعه منها وهتفضل تتباع بالسعر الغريب ده ومش هنشوفها تاني ان شاء الله، خلصنا منها، مش هتنتج تاني. تمام. فانت ناجح عشان كل اللي بقوله لك ده. انت ناجح لان هم نفسهم احيانا بيعترفوا بنجاحك
وان كانوا بيحاولوا يصدروا لك انك مش ناجح وانك مش مؤثر، لكن ساعات بيطلعوا يوحوحوا ويصوتوا. انت ناجح لان كل تجارهم الصغيرين بيصوتوا، دول مش قادرين يستحملوا فبيصوتوا. جميل؟ انت ناجح، اكيد ناجح. وانت تعلم حتى في البيزنس، انا لما عدوي في البيزنس او منافس ليا في البيزنس اضربه ضربات موجعه، تمام، مستحيل يعترف ان انا قصرت فيه. لما يعترف ده بيبقى انتصار بالنسبه لنا رهيب في عالم البيزنس. ما بالك انت؟ الناس دي ابتدت تعترف، بتصوت كل يوم. انت عايز ايه اكتر من كده عشان يثبت لك انك ناجح؟ رستخ شويه، رستخ يا مستهلك يا مصري، واهدى شويه. انت حتى لما بتيجي تشتري عربيه بنقول لك اتأنى. يا اخي اتأنى، هو انت اللي مأذي؟ هو انت اللي عندك بضاعه عماله تتخزن وتدفع لها ارضيات؟ هو انت اللي عندك بضاعه مش عارف توديها فين؟ هو انت اللي لسه جاي لك بضاعه كمان شهر اشكال جديده ومش عارف فلوسك هتروح فين؟ اهدى يا عم، اتأنى شويه. اللي منطقي بنقول لك عليه منطقي، واللي مش منطقي بنقول لك عليه مش منطقي. اهدى شويه، هتشتري وهتركب وهتعمل كل اللي انت عايزه. وادي كل ما بتستنى اديك شايف من البدايه كل شويه في تخفيضات. انت متسرع ليه؟ انت عايز ايه؟ انت كل ما بتستنى كل ما بتستفيد اكتر. انت ناجح لانك هزيت عرش التوسان والسبورتاج اللي كانوا مومياوات فرعونيه. جميل؟ ما حدش بيقدر يقوب لهم لعنه الفراعنه لو عوبت ناحيه السبورتاج والتوسان. انت ناجح لان المعارض دلوقتي عامله عليهم خصومات اكتر من خصومات التوكيلات. انت هزيت عروش يا ابني، والله يا مستهلك يا مصر يا حبيبي، يعني الله عليك يا لعيب يعني. فانت ناجح. لو حد بيطلع يقول لك الكلام ده، بس ما حدش بيطلع يقول لك الكلام ده. لا 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 لا، سيبك من ليسي اوفر برايس 11000 جنيه، سيبك من ليسي. في ناس تانية عامله اوفر برايس 4000 جنيه و5000 جنيه. سيبك من الكلام ده على العربيتين دول. انت ناجح لانك انت ناجح. محدش ينكر نجاحك الا جاحد يعني، تمام؟ فانت ناجح. انت هزيت عروش وعمال تهز عروش وجبت مناخير شركات كبرى الارض، تمام؟ بالجزمه كده يعني، اجتمعوا وقرروا ان خد من جلدنا ومن لحمنا يا عم، اللي هم بيعتبروه من جلدهم ومن لحمهم. لا، في اوفر برايس اقل من كده، في اوفر برايس يا استاذه ضحى اقل من كده، تمام؟ فانت ناجح، انت ناجح، مش محتاجين نقول لك. بس ما حدش بيطلع يكلمك عن ده. اللي بيطلع يكلمك انا قلت ايه وانا عملت ايه، وبيطلع يكلمك عن تلوث البيئه، وبيطلع يكلمك عن مش عارف مين يعني، تمام؟ انت ما حدش بيجيب لك حاجات على الواقع وعلى الارض انت ناجح ازاي. فعمالين يصدروا لك احباط. جميل؟ نيجي للنقطه الثالثه، مهمه جدا بالنسبه لي. ما تدخلش مركز الصيانه، وان كان ده هيبقى ليه حلقات منفصله لان دي كوارث، لكن هقول لك عن نقطتين مهمين قوي عشان ده بيحصل للناس وآن الأوان أن نتحدث فيه حتى أن نصل لمقاطعة أخرى لما يحدث لنا في الصيانات والضمانات. اوعى تدخل توكيل، هحكي لك قصتين حلوين قوي يهموك. اوعى تدخل توكيل وتقول وانا بديهم العربيه للصيانه مش هشوف هم بيعملوا ايه. لا، حقك. عندي كارثتين عايز اتكلم فيهم، دول اول حاجتين تهتم بيهم، تمام؟ ايه هم؟ الزيوت. انا مش هقعد اكلمك عن ارقام والكلام ده لان دي قصه كبيره قوي يطول شرحها. ال5 دبليو والارقام دي ازاي، وال20 دبليو والمش عارف ايه، والاس ان والاس ال، والزيوت المعدنيه والزيوت التقليقيه واحاديه الخليه ومتعدده الخلايا، يعني الكلام ده كبير قوي، تمام؟ لكن انا هطلب منك طلب واحد بس. حضرتك امسك المانيوال بتاع العربيه، الكتالوج، تمام؟ اقرا حاجه مهمه قوي فيه لازم ان تعلمها. الكتالوج بيدي لك رقم للزيت، ايه اللي ريكومندد لعربيتك. جميل؟ اقرا الصفحه دي كويس قوي وشوف الجدول ده ما يناسب عربيتك صيفا وشتاء، وبعض العربيات صيفا وشتاء بتاخد نفس الزيت، مفيش مشكله، نفس الرقم. اقرا الرقم كويس والمرشح لسيارتك، ثم اطلب من التوكيل ان ترى عبوه الزيت وانت داخل تودي العربيه تغير زيت، لان بعض شركات الزيوت التي ليست الافضل، تمام، مستحوذه على توكيلات بعينها بالاموال وبيدوهم استوكات لا تتناسب مع مواصفات العربيات اللي في التوكيلات دي، فالتوكيلات بتخلصهم من الاستوكات دي. فحضرتك هتقول لي طب والتوكيل هيأذي عربيه؟ لا 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 لا، ما انا هقول لك حاجه. هو واقعيا على ارض الواقع مفيش زيت بيبوظ عربيه. عايز اتكلم بس يا جماعه والنبي بلاش اسئله عشان ده موضوع مهم قوي. مفيش زيت هيبوظ عربيه، لكن على اللونج تيرم هيبوظ عربيه. ازاي؟
الزيت لما يبقى مش مواصفة حضرتك سواء صيفا او شتاء او لا يتناسب مع الموتور، لو الموتور خفيف او الموتور بسيط او لا يتحمله، الزيت ده على اللونج تيرم بتلاقي عربيتك بعد ما خرجت من الضمان بعد 100,000 كيلو الموتور جاب طحينه. تمام؟ ليه؟ لان ضخ الزيت ده عامل بالظبط زي ايه؟ زي الدم في جسم الانسان. جميل؟ الزيت ده في الموتور عامل كده كي لا تحتك التروس ببعضها وكي لا تحتك الماكينات والحديد ببعضه. الزيت عباره عن كده، هو قلب وخليه النبض للعربيه يعني. مع اللونج تيرم لو المواصفه والكثافه لا تتناسب، الحديد ده هيبتدي، سوري باللفظ يعني يحتك ببعضه بعنف على اللونج تيرم. بعد كده العربيه تطلع طحينه. تمام؟ لان المواصفه لا تتناسب. على اللونج تيرم عربيه حضرتك هتبوظ. اطلب منهم ان لا يغشوك. شوف الزيت معدني ولا تخليقي، شوف الزيت الرقم المنصح بيه لسيارتك وكثافته صيفا وشتاء ولا لا، عشان ما نكبرش في الموضوع بس وما نطولش شرح. انا بديك الخلاصه اهو. اقرا اللي في كتالوجك، ولما يقول لك اغير لك زيت قول له لو سمحت وريني عبوه الزيت. مش مهم النوع، معظم الزيوت زي بعضها. مش هنتكلم عن الاديتيفز في بعض الزيوت والكلام ده كله، دي نقطه يطول شرحها، لكن مش مشكله، مش مهم الزيت ايه. تمام؟ فخليك لو سمحت مستقر على انك تتمسك برقم الزيت الموصى لك، مش يلبسوك اي ستوك واخدينه من شركه عشان دفع لهم فلوس. الحاجه الثانيه، بعض الشركات دي حاجه مهمه قوي ويا عيني، دي ينهب فيها اموالكم بقى، دي ما بتبوظش حاجه بس بينهب فيها اموالكم. بعض الشركات السيئه التعامل وسيئه السمعه لديها بوليسي ان تيل الفرامل ما يقعدش في حضرتك، في عربيه حضرتك اكتر من كيلوهات معينه. ولو ان تيل الفرامل هو قطعه الصيانه الوحيده الفاست موفينج، البارت ده يا جماعه ما بيتغيرش الا طبقا لاستخدام حضرتك. جميل؟ ليس له عمر. تمام؟ ده ممكن يقعد مع حضرتك 60,000 وممكن يقعد مع حضرتك 10,000 على حسب استخدام حضرتك للفرامل ودوسه حضرتك واستخدام حضرتك. جميل؟ فالبارت ده يا جماعه ما بيتغيرش الا باستخدام حضرتك. بعض الشركات لديها بوليسي ان لا يستمر هذا البارت علشان يستنزفوا اموال حضرتك اكثر من 20,000 كيلو. هتلاقي ده حصل معاك كتير قوي في توكيلات كتير قوي. تروح تعمل صيانه ال 20,000 كيلو يقول لك التيل خلصان. اطلب انك ترى التيل وامتنع عن تغيير التيل حتى تذهب لمختص، حتى لو ما بتفهمش، وقول له التيل ده فيه ولا لا لسه ما فيهوش. ما تدفعش فلوس، ما تدفعش فلوس. جميل؟ ما تدفعش فلوس ابدا بعد 20,000 كيلو الا لما تخرج، ومن حقك انك تمتنع عن انك تغير التيل، ده حقك، لان هو المفروض اصلا بيسالك عن اي حاجه. جميل؟ فلو سمحت ما تغيرش تيل الفرامل علشان هم يستنزفوا اموالك بعد 20,000 كيلو الا لما تذهب لمختص لو انت مش فاهم، وتروح تكشف عليه وتشوف التيل ده يقعدك كام كيلو كمان. جميل؟ فاوعى تستنزف اموالك. دول نقطتين مهمين اتكلمت عليهم. اعرف الزيت المنصح بيه والموصى بيه لسيارتك هو اللي بيتحط ولا لا، واعرف تيل الفرامل لسه فيه ولا ما فيهوش عشان انت بتتسرق. جميل؟ شكرا، واتمنى اكون قلت نقط مفيده، واسف جدا جدا على الرغي، ولكني حبيت اضيف لكم حاجه مهمه يعني. شكرا ليكم، وان شاء الله باذن الله اكون معاكم على طول في كل ما هو جديد ومفيد لحملتنا ومفيد حتى تصلوا الى اهدافكم. شكرا ليكم.